تقول صاحبة القصة: قبل سنة انتقلت ويا أهلي للبيت جديد بأطراف بغداد. البيت قديم وبريحة عتيقة، بس إحنا مجبورين عليه لأن الإيجار رخيص. أول يوم أنا اختاريت الغرفة الأخيرة آخر الممر. كنت فرحانة لأن بيها شباك على الحديقة، بس من أول ليلة حسيت بشي غريب. أقعد نص الليل أسمع طرق خفيف على الحائط، مو كبير، لا، كأنه أحد يدق أصابعه. رحت ناديت لأمي، قالت لي يمكن فار أو صوت من برا، بس كان كل شي ساكت. الليلة الثانية نفس الوقت نفس الصوت، بس هالمرة سمعته يم المخدة. خيلت، بس لما نزلت راسي حسيت بنفس بارد يم إذني. بيت بالبطانية، سديت عيوني، قلت يمكن وهم. بس اللي خلى الموضوع يطلع عن السيطرة هو اللي صار الليلة الثالثة. كنت نايمة، شفت حلم غريب. حرمة لابسة عباية سودة، شعرها مشوش، وجهها مو واضح، وقفت يم التخت وظلت تهمس: مو إلك هاي الغرفة، مو إلك. صحيت فزة والعرق مغرقني، وكل شي بالغرفة كان ساكت إلا باب الدولاب مفتوح. ما إني متأكدة سديته. طلعت من الغرفة الصبح ورفضت أرجع أنام بيها، حتى أهلي لاحظوا إنه أنا متغيرة. بس اليوم كل ما أمر يم بابها حس نظرة تراقبني، وكل ما أغلقها يظل ينفتح ببطء. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق.